السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيمس الاف العائلات المغربيه، وهو امتى غادي تحل فعلا مشاكل المتقاعدين في المغرب. واش كاين امل حقيقي ولا غير وعود كتعاود كل مره؟ بزاف ديال الناس اللي خدموا عمر كامل سواء في الوظيفه العموميه ولا في القطاع الخاص كانوا كيحلموا بانهم منين يوصلوا للتقاعد يرتاحوا شويه، يعيشوا بكرامه ويتهلاو في راسهم وفي عائلاتهم. ولكن الواقع اللي كنشوفوه بزاف من المتقاعدين مختلف تماما. معاشات ضعيفه، غلاء المعيشه كيزيد، الدواء غالي، الكرا غالي، وحتى ابسط الحاجيات ولات كتطلب مصاريف كبار. كاينين متقاعدين كيتخلصوا باقل من 2000 درهم في الشهر، ومن بعد خاصهم يخلصوا الضو والماء والكرا والدواء والمصاريف اليوميه. السؤال اللي كيطرح براس الجميع هو واش هذا المبلغ يقدر يعيش به انسان خدم 30 ولا 40 عام من عمره؟ المشكل ماشي غير في قله المعاش، ولكن حتى في الاحساس بالحقره عند بعض الناس. حيت كاين اللي كيقول عطيت شبابي كامل الخدمه وفي الاخير لقيت راسي كنحسب الدراهم باش نشري الدواء. وهذا الكلام كيخرج من ناس عاشوا سنوات طويله في الخدمه وكانوا كيظنوا ان التقاعد غادي يكون بدايه الراحه ماشي بدايه المعاناه. وفي الفتره الاخيره رجعت النقاشات بقوه على حول اصلاح انظمه التقاعد في المغرب. الحكومه كتقول بان الصناديق كتعاني من مشاكل ماليه وان الاصلاح ضروري باش ما يوقعش انهيار في المستقبل. ومن بين الامور اللي كيتكلموا عليها رفع سن التقاعد وزياده الاقتطاعات وتغيير بعض الشروط. ولكن هنا بدا الغضب عند عدد كبير من المواطنين خصوصا الموظفين والمتقاعدين، حيت بزاف كيعتبروا ان الحل ما خاصوش يكون دائما حساب المواطن البسيط. الناس باغيين يعرفوا فين مشات الاموال وعلاش المتقاعد هو اللي كيخلص الثمن في الاخير. كاين حتى اللي كيقول بان المشكل الحقيقي وتعاقبات عليه حكومات كثيره وكل مره كيتاجل الحل الحقيقي، وهذا الشيء خلى الثقه تنقص عند بزاف ديال الناس خصوصا ملي كيسمعوا وعود كثيره ولكن التغيير على ارض الواقع كيكون بطيء بزاف. وفي نفس الوقت كاين ضغط كبير من النقابات والجمعيات اللي كتمثل المتقاعدين واللي كيطالبوا بزياده المعاشات وتحسين الوضعيه الاجتماعيه والصحيه ديال هذه الفئه. حيت المتقاعد اليوم ما كيبغيش غير الفلوس، كيبغي الاحترام والاهتمام والرعايه والصحه اللي تليق به. واللي زاد صعب الوضع هو الغلاء اللي عرفوا المغرب في هذه السنوات الاخيره. اسعار المواد الغذائيه طلعت، الدواء طلع، وحتى المعيشه اليوميه ولات مرهقه. يعني حتى اللي كان معاشه مقبول قبل سنوات دابا بدا كيحس بواحد الضغط اللي كبير. السؤال الكبير اللي كيدور اليوم هو امتى غادي نشوفوا حل حقيقي؟ واش فعلا غادي تكون اصلاحات تنصف المتقاعدين ولا غيبقى الملف مفتوح لسنوات اخرى؟ بعض المحللين كيشوفوا ان الحل خاصو يكون شامل، ماشي غير توقيعات مؤقته. يعني خاص مراجعه كامله لانظمه التقاعد، محاربه الاختلالات، تحسين الحكامه، وضمان معاش يضمن الكرامه الناس اللي عطاو عمرهم للخدمه. وكاينين اللي كيتفائلوا وكيقولوا بان الضغط الشعبي والنقابي ممكن يدفع نحو قرارات جديده في المستقبل القريب، خصوصا مع تزايد النقاش حول القدره الشرائيه والمعيشيه الصعيبه. ولكن في المقابل كاين اللي خايف من ان الاصلاحات الجايه تزيد تنقل كاهل الموظف المتقاعد بدل ما تعاونهم. والحقيقه اللي ما يمكنش نختلفوا عليها هي ان المتقاعد المغربي اليوم محتاج حلول حقيقيه ماشي غير كلام. محتاج يحس بان السنوات اللي خدم فيها ما ضاعوش هكا، وان الدوله والمجتمع مقدرين التضحيات ديالو اللي ضحى بها 30 ولا 40 سنه. وفي الاخير كيبقى السؤال مفتوح، والسنوات اللي جايه غادي تحمل انفراج حقيقي للمتقاعدين ولا غيبقى نفس السيناريو كيتكرر كل مره؟ الا وصلتي لهنا كتب لنا رايك. واش كتظن ان المتقاعد المغربي واحد حقه في البلاد؟ وشنو هو الحل اللي تشوفه مناسب باش يعيد المتقاعد بكرامه؟ ولا وصلتي لهنا ما تنساش دير متابعه للقناه ولايك للفيديو باش يوصلك كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد.